حاضر المملكة العربية السعودية أكبر من تاريخ دول. أنت مش جاي أتكلم على حضارات من آلاف السنين، مش جاي أتكلم على الحضارة المصرية، مش جاي. لا ما تتعبش نفسك يا سعد، مش انت المرة دي اللي هتتكلم عن الحضارة المصرية. السعوديين اللي بجد هم اللي هيتكلموا المرة دي عن قدر ومكانة مصر والمصريين. انما انت يا سعد شبع من بعد جوع والله. تعال اسمع بقى السعوديين اللي بجد بيقولوا ايه عن مصر والمصريين. اسمع يا سعد. لأن حبي للمصريين ما تحول إلى عداوة، ولكن تحول إلى عشق. والله العظيم حبي للمصريين أصبح هوس. الآن أنا أقدر أقول على نفسي وليد الشريف مهووس بحب مصر. فاكرين لما كنت أقول أبغى ينولني الشرف إنه صورتي تكون على بطاقة مصرية؟ الكلام هذا لسه قريب. طب خليني أرجع بكم من الزمن لورا. وصلت لمرحلة إني أنا أبغى أصحى من النوم أشوف كلمة مصر قدامي، والله العظيم. يعني تكون مصر هذا جزء من يومي. أنا بفكر طب أنا أحط علم مصر قدامي، طب أنا إيش أسوي؟ لغاية ما تدق الإشارة وليد طب ما في لوحة مصر ممكن تشتريها. من هنا قررت إنه أسطول العربيات حقتي كلها اللي هي السيارات هتكون باسم مصر. إن حدثوك عن عزة النفس حدثهم عن مصر وأهلها. أنا ما أتكلم عن رجال غني الناس يطعنون في عزته وكرامته، مسح بها التراب حتى يكون شحاذ عند فلان وفلان، سواء بأسلوب أو بآخر، أما بشعر ولا بقصيدة ولا باستعطاء ولا بمدح وثناء، وهو يعرف أنه كذاب ويقول كذبا في أشخاص لا يستحقون المدح والثناء. في موقفين صارت لي أنا شخصيا ما أقول مع أحد. الموقف الأول ركبت في الباص مرة من المرات، ويعني كان في بالي قلت الناس يعني على قدهم اللي يركبون مواصلات، فطلبت من السواق اني بحاسب عن الجميع، فكلهم رفضوا ما وافق ولا واحد. كلهم قالوا لا الحمد لله بخير. يا جماعه يعني مبلغ بسيط 15 ولا 20 جنيه، لو شلتها 10 ولا 20 كلها 400 جنيه بالنسبه لك، يعني تعتبرها مثلا هديه ولا نفقه ولا صدقه ولا باي اعتبار. ما قبلوها ابدا. ومره من مرات كان معي واحد من رجال الاعمال وكان يبغى يغير لنا جو، قال بناخذ مركب. فلما ركبنا المركب اللي ايام هذا الكلام له اكثر من 15 سنه، كانت المراكب اللي عند فندق هيلتون رمسيس، في يوم ركبنا ذاك اللي ياخذ له 150 راكب او 120 راكب، فقلت اركب مع الناس مع عموم الناس. قال خلاص اجل انا بخير. وكلم عنده واحد مصري موظف، قال نادي الناس ذولي كلهم، قال ما يقصون، كانت التذكره ب 5 جنيه، قال ما يدفعون خلهم يركبون معنا. والله يا جماعه انه يسحبهم تسحيب، ما ركب منهم ولا واحد. بالطقاق رحت انا قلت يا جماعه هذه هديه. قال لا وش الهديه وش معناها؟ ان ما لنا حاجه فيها، احنا معانا فلوس وجايين. فحدث الناس عن عزه تجدها في شعب ربما الواحد راتبه مرتبه يا الله يكفي لنهايه الشهر ما بين اجار وكهرب ومويه، وتلقى ناس للاسف عندهم اموال وقصور ولكن تجده دنيء في النفس، ما يملك العزه ولا المعزه. الله يحفظنا وياكم ويرزقنا عزه النفس بالقناعة بما وهبنا الله عز وجل. شكرا لشعب مصر العظيم أهل العزة والنخوة والكرامة. السلام عليكم. من الذين علمونا؟ المصريين، أكثرهم مصريين هم الذين علمونا كيف نقرأ الحرف، علمونا كيف نكتب، علمونا كيف نقرأ القرآن، حفظونا القرآن. يعني ما هذا الجحود؟ ما هذا النكران للجميل؟ ابعتوا له الفيديو ده مصريين خليه يشوفه. سلام.